حملنا في قلوبنا الصغيرة أحلاما كبيرة. البحرين كانت الدافع الأول لتحقيقها. فخورة بأنني تلك المرأة البحرينية التي ترفع رأسها في كل مرة لتفخر وتحتفي. هنا البحرين، هنا الطموح، هنا الاستشراف. طموح واستشراف. العمل الميكانيكي متعب ومجهد ودقيق، لذا نرى أن أغلب العاملين فيه من الرجال، كونه يتطلب صلابة بدنية وقوة تحمل. ولكن المرأة البحرينية لم تكن في منأى عن دخول هذا العالم منذ زمن. وجودها فيه لم يتوقف عند حد الوجود، بل لدينا في المملكة أول مسؤولة لأكبر ورشة تصليح سيارات في الشرق الأوسط، وهي زهرة إبراهيم رحيمي ضيفة هذه الحلقة. حياك الله، نورتينا وشرفتينا. نور نورك والله يسلمك ويخليكم إن شاء الله، وما قصرتوا على هالاستضافة الجميلة، وأشكر فريق العمل على هالبرنامج وجهودهم اللي يستضيفون فيه شخصيات متميزة يوثقون قصص مجهوداتهم حق العالم. فعلا عالم السيارات بالنسبة حق المرأة عالم نوعا ما غريب. قليل ما نرى نساء متميزات في هذا المجال، قليل ما نشوف أن فعلا في نساء يعملون في ورش تصليح. ودنا نعرف منك كيف بدأ شغفك بعالم السيارات. بدأ الشغف عندي في عالم السيارات منذ نعومة أظافر، يعني من قبل كم من سنة كنت في بيئة تهتم في مجال السيارات، كانت ولا زالت يعني إنه يمارسون هاي الأمور في ناحية السيارات. يعني عندي إخواني يصلحون سيارات، خوالي، عيال عمي، عمومي عندهم ورش تبع. بس أنا الوحيدة اللي يعني رحت لمجال الوكالة، طلعت عن السايد بزنس، وكنت يعني تابع لأحد الشركات العالمية. فمن هاي الوقت يعني من كنت صغيرة أنا عرفت يعني أعرف أن أنا أحب السيارات، وكان عندي اهتمام وايد كبير في السيارات الريسينج، وملكت أزيد من 12 ل 13 سيارة اللي هو المانوال ترانزميشن. مو بس فقط أن هي كانت مثلا على ما نقول بالمصطلح العامي غير عادي، لكن كان عليهم فل ريسينج كيت، انزين، من ناحية نايتروس وكيم وهيدرز. فهاي الوقت كنت يعني شيء ملفت للنظر أن في البحرين بنية، يعني وايد كانوا يظنون أن أنا مو بحرينية، أجنبية، وانعرض علي من برا وحتى من البحرين، يعني من حلبة البحرين، أن أشارك في الدراج ريس. بس أنا أحب السيارات لنفسي كهواية، مو كاحتراف. انزين، أحب أن أطلع في سيارات نوع معين بسبب حبي للسيارات، مو بسبب أنه أنا أنشهر في مجال أو أحترف في مجال السيارات السباق. من هاي الوقت ابتديت، وعقب يوم انضميت للشركة كنت أمارس المهنة مو كمهنة، هي صح مصدر رزقي، لكن أنا مارسها بشغف وحب وتفاني في العمل بسبب عشقي لهاي الرياضة ولهذا العالم. صحيح. ويعني اليوم مثل ما نعرف أن أنت خبيرة حوادث، خبيرة صباغة، وتديرين ورشة تصليح وصباغة السيارات على مستوى البحرين وعلى مستوى دول الخليج، وهذه الورشة تتبع لشركة عالمية. ودنا نتحدث معاك أكثر عن طبيعة عملك والروتين اليومي لك هناك. طبعا العمل في مجال تصليح صباغة سيارات عالم كبير، كل يوم تكتشفين شيء جديد، يعني مو نفس الشغلة اللي صيبك اليوم باكر بصيبك، أو المسألة اللي اليوم بتحلينها أو بتسوينها هو مو بروتين، هو شيء متجدد. يعني اليوم أنتي قاعدة تصلحين هاي القطعة، باكر تطلع لك تجيلك سيارة ثانية فيها نفس القطعة بس مشكلة ثانية. هني يبرز دورك أنتي شلون تقدرين تتصرفين في هذه الأمور، وهاي الأمور ما اكتسبتها يعني خلال فترة قصيرة، اكتسبتها على مدى طويل. مثلا قلت لك أنا من صغيرة كنت يعني عايشة في بيئة كلها يهتمون في السيارات. عقب هذه يعني امتلكت خلينا نقول نفس اسطول حق سيارات، بس مو كلها نفس الفترة. يعني كنت أبيع سيارة وأخلي سيارة، أبيع سيارة وأخلي سيارة، ليه تقريبا عام 2000 وخلينا نقول 15 كان آخر سيارة عندي من السبورت كارز. حتى إذا كنت يعني نستورد من برا أمريكا أو جابان، هاي السيارات ما كانوا يصدقون إن هي حق بنت بحرينية. انزين، فهاي وايد ساعدني إني يصير عندي خلفية شلون أتعامل واكتسب الخبرة من خلال شنو العمل البراكتيكال.
يعني أنت عندك أسطول أو عندك سيارات بس ما تشتغلين فيهم، ما بتصير عندك خلفية صحيحة. يعني نفس ما نقول الدراسة الأكاديمية غير عن الدراسة العملية، صح ولا لا؟ مو كل صحيح. إيه؟ وهالشيء يمكن يعني كان مميز بالنسبة لك أن أنت تدرجتي، وهاي المستوى من الخبرة في عالم السيارات يعني ما وصلتي له إلا بعد ميراث نقدر نقول. يمكن أكيد. حتى وظيفتك يمكن في البداية كانت مختلفة، بعد ذلك يعني صعدتي إلى منصب أعلى، إلى مهام أكبر. حدثينا أكثر عن تطورك بالنسبة لكل مرحلة، بداية من ورشة الوالدة. طبعا ورشة الوالدة، والدتي تمتلك عقار، وهي كانت محولتها لوركشوب 3 جاراجز. شي واز الأونر حق هذه الوركشوب. طبعا هي ما تشتغل ميكانيك ولا تعرف في الميكانيك، بس صاحب عمل أو صاحب بزنس هي مضطرة أن تعرف المعدات اللي بيشترونها، الحسابات. فكان عندها يعني فكرة بسيطة عن هاي الشيء. أوكي، لكن أنا كطفل تعلقت في هاي الشغلة. كانت في أدوات ملفتة بالنسبة لك كطفل؟ إيه أكيد، لأن أنا ما يعني عمرك تاير تبين تشوفين شنو إيه. وبعد بالإضافة أن والدي يعني تعرفين الأبوة الكبار يحبون يعتمدون على نفسهم في كل شيء، مو بنفس الجيل الحالي يودي السيارة الوكالة أو الورشة. صح. كان يسوي في البيت، وكنت بما صفتي أني أنا البنت البكر حقه، فكان يضطر يقول لي أعطيني هذه الإسبانة، أعطيني ذي الإسبانة، ذي الرقم، الراتشز، أو حتى القطع يعني إذا هو تحت السيارة أعطيني الفلتر، الأويل. أنا كطفل ما أعرف. يعني هني يصير عندك أنت الفضول، تبين تعرفين مور عن هاي الشغلات. فهاي كانت البداية، نقطة البداية. هني اكتشفت أني أنا أحب السيارات. يوم وعيت من عمر 14 أشوف روحي إنه تجذبني السيارات الريسنج كارز يعني. وكان قبل لا تصير الحلبة كان في الصخير اللي هو في مضمار حق السيارات، كان unlegal بس الكل يروحه، وأنا كنت أصيح عند أبوي عادي أبي أروح أشوف السيارات وكذي. وفعلا يعني أنت ترجعين فيني الذاكرة، يودوني وأروح في عالم ثاني وأنا أندمج بس في صوت السيارات. جميل. الحين نبي نرجع إلى بعد يعني ورشة الوالدة، انضميتي للعمل في إحدى الشركات وكنتي